سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم مزيان؟ اموركم هانيين؟ مبروك عواشركم ان شاء الله. رمضان يدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا معكم سلو او السفوف، كل واحد كيفاش كيسميه. غنقول لكم المقادير. انا اللي استعملت هنايا، استعملت 2 كيلو ونص طحين محروق، 2 كيلو ديال اللوز، 2 كيلو ديال الكاوكاو، 3 كيلو ديال الزنجلان، 4 ديال النافع، ورابعه ديال حبه حلاوه. ما درتهمش كاملين، خديت منهم غير 3 المعالق كل وحده. ملي كنطحنهم، ملي كنحمرهم ونطحنهم، درت شويش ديال المسكه حره دقيتها مع مليحه، درت شويش شي 3 المعالق ديال القرفه، ودرت القرفه، ودرت كوزه وحده مطحونه. وكما كتعرفوا باش نحليو السفوف كل واحد كيستعمل اللي بغا. كاين اللي كيستعمل عسيله حره، كاين اللي كيستعمل السكر كلاصي. مهم انا درت هنايا شويه ديال السكر كلاصي، وغندير واحد الكويس ديال العسل. وكما كتعرفوا البنات غادي نجمعوا بالزيت البلديه. انا ما كنديرش معاه الزبده لانه فريمون انا كيعجبني بالزيت البلديه. غادي نحاولوا نجمعوا معاكم ونقول لكم شحال خدامني ديال الزيت. وكما كتعرفوا البنات من الاحسن السفوف ما تحمروهش بزاف، كاع القامه ديالو خصها تكون محمره غير متوسطه، باش كتجينا السفوف ديالنا ماشي كحل داير بحال الغيس، وانما كيجينا مارون زويون، كيجينا اللون ديالو زوين فاتح. نسيت واحد الحاجه البنات ما قلتها لكم، انني درت معاها نصف كيلو ديال ايلان من بعد ما حمرته حتى هو طحنته درتو مع السفوف. كاين اللي ما كيبغيش يزيد هاد الاضافات، هو حر، ولكن انا كيعجبني على وديت الوليدات كنديروهم. الان غادي نجمعوه بشويه الزيت البلديه اللي هي اصيليه وحقيقيه وزوينه، وان شاء الله غنجمعوه ونوريكم النتيجه كيفاش غادي يطلع ان شاء الله. نتوما كما كتشوفوا البنات احنا خلطوه بالزيت البلديه فقط لا غير. مولفه كندير فيه الزبده، ولكن هذه عامين وليت كندير فيه غير زويته بلديه، كتجي زوينه وكتعجبني. كما كتشوفوا اللوين ديالو جا زويون، ما جاش ماغون بزاف، جا قهوي مفتوح زويون. هذا هو اللون اللي كان نفضل انا، ومن طبيعه الحال كلشي كيبغي هذا اللون. الا بغيتو تحصلوا على هذا اللون حاولوا الاقامه ديالكم ما تحمروهاش بزاف، يكون التحمار على قد النفع، بحيث الحاجه كل ما حمرتيها راه كتعطيك غير المروريه وكتعطيك هذا اللون كحل في الحاجه. من الافضل تحمر على حدو قدو. وكما قلت لكم البنات اللي بغات تحمر تستعمل الفرن. كما كتشوفوا البنات التحمار من الاحسن ما ديروش نار عافيه مجهده بزاف، والتحمار ديال الطحين ديروه من الاحسن في الفران. واللي بغات ديرو في كوكوط ولا المقله خصها توقف عليه ودير العافيه مهيله باش ما يتخطفش داك اللون ديالو يجيكم مارون. هويا راه مغلق، واخا تيكون مارون تيكون بحال محروق، داكشي خص العافيه ديما تكون مهيله. هانتوما البنات كما كتشوفوا راه هاد الزيت هذا اللي شاط ليا من التخليطه ديال السفوف يطرومس، هادشي اللي شاط منها. انا ما كنستعمل لا زبده لا والو، اللي بغى يستعمل الزبده هو حر، كل واحد يستعمل اللي بغى. هي الزبده اللي بغى يستعملها حتى يديرها بقلبوطه بزاف حتى تولي نوازيطي، عادي يستعملها في السفوف تحيد منها الحليب. وفيما يخص داكشي باش حمرت، انا حمرت البنات بهاد لاباراي هادي اللي دابا راه بزاف اللي عنده بحالها ما نعرف، ولكن انا هذه كانت عندي قديمه كنستعملها. كديري فيها الكاوكاو ولا اللوز ولا الجنجلان، كديري هنا وهي كتبقى تحرك، خاصك عاد تحدي مع التوقيت ديالها وتشوفي وقتاش تحمر وصافي. الكاوكاو راه ميم با 10 دقائق تتحمر الكاوكاو، هي كتبقى تدور كتخلط وميم طو كتحمر. وبالنسبه للجنجلان كيدير فيها شي 30 دقيقه تقريبا، الجنجلان كيدير فيها شي 30 دقيقه. انا استعملت هذه راه فريمون كتسهل على الانسان، يكون فيها غير نقيطه الزيت، واحد شويه الزيت وصافي كتحمري فيها. الطحين حمرته في الفران ديال الضو، اما هذه اي حاجه ديال السفوف كتحمرها كيف ما كان نوعها. اللوز كاوكاو 10 دقائق كتحمرهم، الزنجلان اللي شويه كتعطل فيه تدير 30
بريسك 30 وداكشي. انا ما كنديرش لها اشهار، ولكني راه فريمون زوينه. انا ما عرفتش هاد لي زاباغاي دابا اللي ولاو جداد كيشبهوا لي. هذه كانت قديمه شريتها انا، عندي راه تقريبا شي 16 عام باش شريتها قديمه. دابا راه ولاو بحالها. المهم هذه راه زوينه في التحمار اللي عنده النيت، التحمار ديال كاع هاد الفواكه الجافه. وبالنسبه للنافع والزنجلان راه غير كتخشيهم 5 دقائق ولا 11 دقيقه صافي كيسخنوا صافي كتحيدهم. وكنتمنى البنات ان شاء الله هذا رمضان يجوز علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله، ويكون خفيف علينا ان شاء الله، بالدعاء والصلاه ان شاء الله وبحمده. ونتمنوا للامه الاسلاميه ان شاء الله السلم والسلام يا رب كافه يا رب. وغدا البنات هانتوما كما كتشوفوا البارح راني خلطت الصفوف في الليل، واليوم ها هو الطبيزيل ديالنا كما كتشوفوا غزال تبارك الله، لوين زويون كما كيتشهى الخاطر. والمقادير البنات راه كل شيء نسبي، يعني كل واحد كيفضل له قد اللوز يكثر له اللوز، اللي كيفضل له قد الزنجلان يكثر الزنجلان، وحتى اللي كيفضل له قد الكاوكا ويكثر الكاوكا. راه سلو كيما قلت لكم كلشي كيبقى يعني نسبي، الانسان كيدير داكشي اللي بغا، غيدير الضروريات اللي كتقوم الصوف باش يجيه زوين. وكما كتشوفوا ها السليلو ديالنا توجد جا غزيول كما كتشهي الخاطر. وكنتمنى ان شاء الله هاد رمضان يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه والسلام على الامه الاسلاميه ان شاء الله. ودمتم بكل خير ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.